السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد. النهارده هنتكلم في ده محمود. النهارده هنتكلم في موضوع شغل السوشيال ميديا والاعلام بشكل عام من فتره، وهو موضوع ملكات جمال مصر 2016. مبدئيا المسابقه دي كل سنه في شركه معينه هي اللي بتمسكها او منظمه معينه هي اللي بتمسكها. مفيش هيئه ثابته هي اللي بتنظم الموضوع ده كل سنه، تمام؟ ثانيا احنا مش هنتكلم عن الموضوع ده، احنا مش جايين نقول دول وحشين دول حلوين، لا، لان مبدئيا عشان نبقى فاهمين كل خلقه ربنا حلو، بس هي الفكره في حاجه، يعني الفكره في حاجه لو انت مش يعني عندك ضيق في التنفس مثلا، لو عندك ضيق في التنفس او مشاكل في النفس ما تطلعش سوا يا جماعه. في المنتج احط حاجه على وشك الناس ما تشوفكش. طب احنا لما نتكلم لا ما تطلعش سوا يا جماعه، هتتعب رجاله، ما تطلعش سوا، سيب للي قادر يجي. اتفضل. شكرا. مبدئيا كل خلقه ربنا حلو، فاحنا مش جايين عشان نقول دول وحشين يعني، لا، احنا بس الفكره في حاجه، طالما انت غير مؤهله ان انت تكوني ملكه جمال مصر او غير مؤهله ان انت تبقي تخشي مسابقه زي دي، ليه يا جماعه بتخلوا منظرنا وحش قدام العالم؟ بتجيب التريقه على نفسك، حاجات كتير كده ملهاش اي 30 لازمه، تمام؟ وبما انكم دخلتوا المسابقه دي وعشان تدخلوا حاجه بتشغل الراي العام او حاجه بتهم الناس او الناس بتتابعها، فانت حطيتي نفسك محل النقد او محل اللي الناس تقول عليك انت وحشه او حلوه، تمام؟ انت اصلا داخله عشان في لجنه بتقول انت حلوه او وحشه، يعني في ناس بتحكم عليك. يعني اللي هيجي يحاكمني عشان الفيديو ده ويقول لي ايه ده يعني انت وحش، انت مش شايف نفسك وانت بتتكلم، مش عايزين النوع ده من الفيديوهات، تمام؟ فانت كده عرفت انت هتشوف ايه، لو مش عاجبك اقفل الفيديو، اتفضل. سريع بس. تمام؟ كده قفلت الفيديو؟ قفلته؟ ما قفلتوش؟ مصر؟ يبقى اتفرج وما اسمعش صوت. واحنا عاملين الفيديو ده ليه؟ انتوا عارفين ليه؟ عشان احنا ما بنخافش. الله انا بحب يلا بينا يلا بينا ونبدا مع المرشحه رقم 70. هوبا. هي لا كبيره ولا صغيره ولا وحشه ولا حلوه، بتفكرني بحد كان زميلي في ابتدائي بس مش هقول اسمه. طيب متابع البرنامج على فكره، كان طيب على فكره يعني. اوكي كده دي المرشحه رقم 70. انا عن نفسي لا تعليق ليا في الصوره دي، يلا بينا، سايب لكم انتوا التعليق. يلا بينا. رقم اللي بعدها رقم كام اللي بعدها؟ أو 18. يعني فيها شبه من رايا ابو راشد، عارفينها اللي هي بتاع سكوب زرايا، عارفينها؟ اللي على الانستو. فيها شبه منها الى حد ما، بس ما تنافسش في ملكات جميل، مش ملكة جميل. اللي بعده غادة رجب المغنية ممكن فيها شبه شغالة. لا مش شغال في مسابقة، لا هي شغالة أكيد كمطربة، واجهت مطربة. لا خالص برضه، يعني هي ما غادة رجب وحشة يعني، تنفعش واجهة محل بصراحة. ماشي. لا 50 رقم تقيل عليها. اللي بعده آية الدكر. والله شغالة والله آية الدكر. هي برضه مش عارف هي حلوة بس ممكن اللبس اللي لابساه مش مناسب. عارف بتفكرني بآية الدكر اللي كانت في الفيلم بتاع اليوسي. ايه ده؟ تحس انها واحدة عندها 12 سنة ملبسينها لبس واحدة عندها 35 سنة. مش راكبة خالص بالمرة يعني. أنت متأكد 100% إن الصور دي جاية من إدارة المهرجان اللي هم دول اللي مشاركين؟ ايوه بقى انت اللي عامل لي منشن في الصفحة. أنا متأكد من الموضوع ده، أخش على الصفحة. مش عارف يا جماعة، والنبي آرائكم برضه آرائكم مهمة. اللي بعده والله شغال. لا ده الصرف باين.
الصرف باين كفايه ضرب الشعر احمر. لا بس الصرف. وقفت ملكات جمال يعني. لا هي وقفه موديل. وقفه موديل. دي واحده عاوزه تبقى موديل. داخل تاخد شهره. او واحده عايزه تبقى ممثله. هم يعني 85% من اللي بيدخلوا مسابقه ملكه جمال مصر عايزه تبقى ممثله. وعندنا على كده 85 مليون مثلا. عندك داليا البحيري ملكه جمال مصر 2008. عندك حوريه فرغلي. عندك فوزيه مين؟ فوزيه كانت طالعه قلب ميت تقريبا بره الدنيا مع الشيخ منير. دي كانت ملكه جمال مصر. طب تمام فوزيه. لا عالي عالي. واحده كده كانت مع يوسف منصور برضه في فيلم بدر. اللي كانت مع يوسف منصور في فيلم بدر. انا مش فاكر اسمها بس اللي هي صورتها دي بقى. كانت مع محمد عطيه برضه نرمين ماهر. اللي كانت بتغني على اغنيه زغطه. نرمين ماهر برضه. لا بس يستاهل. الناس دي احنا هنا بقى بنتكلم في من ايام ما كان معلش بقى كانوا بيجيبوا ملكة الجمال مش شمس الجواني. زمن الجمال الجميل. الست نجمة ابراهيم عايشة الكيلاني وهي قلب اللي بقى هو نفس الرياكشن تقريبا. بالسلامة. نفس الرياكشن. حلاق في منطقتنا. عارف مش عارف. لا يا جماعه لا 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 لا. انا متاكد ان في بنات اجمل من دول بيتفرجوا على الفيديو اصلا. لا وثلاثه انت كده مقرب قوي. لا الارقام دي اموره قوي. جانيت مش دي جانيت بنت وجه مش حتى. جانيت بنت والله هي جانيت بنت وجه مش عارف. رقم 11 اللي بعد. لا دي حاجات معلش. دي حاجات لازم تتعمل. الكلام هنا بيخلص يعني. اهو رقم 40. انا مش قاعد بصور مع محمد في البرنامج اللي جابني شارع الهرم مش فاهم. وبعدين لابسه بنطلون ترنج يا جماعه اقسم بالله. والله لو ركزت في الصوره بص لابسه بنطلون ترنج اقسم بالله. البلدي القديمه اهو زي ده ابو كسر. بنطلون اهو والله العظيم. بنطلون فين البتاع اهو نفس البنطلون يا جماعه. هي الوقفه والرياكشن والشعر. لا خالص يعني كان عندك فرصه بس ضيعتها تقريبا بالصوره دي. شارع الهرم واللي بيجي لنا منه ده شارع الهرم. يعني هي الصوره بتحمل بوز بطه شويه اكسجين على شويه بودره يعني من الاخر مفيش جمال اصلا. وبعدين طب انا عايز افهم هي ليه رابطه رباط الجزمه على رقبتها؟ ده بيدل على ايه؟ الناس اللي بتفهم الفاشونيستا والنبي يا ريت يقولوا لنا رباط الجزمه ربطها على رقبتها. مش فاهم اقسم بالله. عندنا حاجات عجيبه. صرف دم قلبه عليك مش عشان يدخلك المسابقه وما جابلكيش الحملتين دول. مش فاهم. بس الاثنين قوي. الاثنين ولا ثلاثه؟ الاربعه. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اللي بعد. والله يا جماعه في صور كده اول ما تشوفها ما بتبقاش عارف هي حلوه ولا وحشه ولا هي مين. يعني رقم 7 عجيب والله العظيم. عجيب. هو ده الكومنت بتاعي بصراحه. اكتبوا يا جماعه النبي. اللي بعده. والله يعني مصر لسه فيها امل. بالنسبه لي ماشي. والله حلو. شغال بصراحه البنت. انا حي رقم 51. هاشتاج رقم 51 يا جماعه. انا معايا 51 كده. ده ايه اللي انت عملته؟ 51. ما انا معاه برضه بس من غير اللي هو عمله ده. حلو. تنافس. ينفع تدخل مسابقه زي دي. تنافس. ينفع. اقسم بالله يا ريت يا جماعه والنبي لو حد من اصحابي المقربين بيشوف الفيديو ده يعمل تاج لعلي كابو. قول له انت بس على انثى. ده علي كابو صاحبي. والله العظيم ده علي. وهجيب لكم صوره لعلي ان شاء الله احطها في المونتاج هنا لو ما لقيتش بقى خلاص. بس ده دي شبه علي. والله شبه علي. يلا بينا. ابو تريكه. انتوا واخدينها بالدراع يا جماعه. ما هي مش بالدراع والله. دي مسابقه جمال. مسابقه للجمال. طب ماشي ما هي مسابقه جمال.
مسابقه جمال انت اتكلمت في الاول ان في شركه هي اللي بترشح ومفيش حاجه. يا ابني، دي مسابقه. دول قرايب الشركه. برضه هو مش فاهمني ممكن حد فيكم يكون فاهمني بس هو دماغه بعيده شويه. دي مسابقه ايه؟ جمال. ده مين؟ ده جمال. اللي بعده بقى، خش على اللي بعده على طول. 25 حنان مطاوع. اقسم بالله حنان مطاوع. دي حنان مطاوع. قلب على خليجي شويه بس مصريه. حنان مطاوع دي مين؟ كمصريه جميله بس ما تدخليش والله شبه كبير قوي من حنان مطاوع. برضه هحط لكم صورته على طول. رقم واحد. يا ابني الارقام مالهاش علاقه، الارقام مالهاش علاقه بالتصنيف. بس معلقه معايا شويه. مش عارف. هي طيبه قوي والله. انت عارف ان هي طيبه من الصوره، من الصوره. ممكن تشتغل في حضانه. ممكن. يعني تحس ان قلبها طيب كده. تتعامل مع الاطفال هيحبوها قوي. مين؟ مس مريم كده. ما اعرفش اسمها على فكره. ايوه هي تليق مريم. اللي بعده. يلا بينا. مش عارف، دي تحس انها كسره كبيره في السن. يلا بينا. او ممكن 43 ده يكون عمرها. لا شكلها تحس انها كبيره، مش هي صغيره بس هي شكلها تحس انها اكبر برضه قلب على فلبينيه شويه يعني. مش عارف ممكن. يلا بينا. اللي بعده. بدون مشاكل. لا رقمك يا ميدو ما تنكرش. لا انا غلطت رقم السيسه. الانكار مش هيفيدك يا ميدو. اللي بعده. يلا بينا. بص لا لازم يعني في حاجات كده. لا يلا بينا. بالنسبه لك انت حاجه المراحل الناحيه الثانيه ما تجيش معانا. يلا بينا احنا هنمشي يا جماعه بجد والله العظيم. دي مسابقه ملكات جمال، يعني مسابقه المفروض انها حاجه قيمه، حاجه محترمه. مبدئيا الرقم اللي هي عاملاه ده، شايفين الرقم بايظ من على الجنب، مش ملزوق كويس، واصلا خامه رديئه، والمصور يعني سايب لي هنا 5 متر وهنا سايب لي 3 سم وقاصصها. ايه ده يا جماعه ده؟ لا عندك سوء عرض وقله اهتمام. سجل على تلزق عندك ابني. مش ملكات جمال خالص يعني. اسلوب ابدا يا جماعه بجد. قابل بقى. ايه ده يا عم؟ مش عارف. نفس برضه اللي كنت بقوله. الرقم مقطوع مشروخ واخد خط المقطوع تقريبا كده. هما بيبقوا قاصدين اثاره يعني. مش عارف. حاجه. الرقم اتفرتك من كتر الاثاره يعني. تحس انها مديها على بيكون سابه شويه عشان مناخيرها كده. لا بس خلي بالك يعني الصرف باين يعني. لا ما هو موضوع الصرف كده بدأنا نتكلم. كده انا بالنسبه لي احنا كده بدأنا نتكلم. النبي قمر. دي تعتبر بالنسبه لنا رقم 1 حتى الان. ورقم 2 رقم 51. رقم 60 دي امور حلوه. تحس انها مش الاوفر اللي هو زي بتاع شارع الهرم، اللي هي البنت بتاع شارع الهرم، لا، ولا اللي هي كانت قبلها دي خالص. تحس ان حاجه كده رقيقه، تحس ان حاجه بنت ناس، حاجه متربيه، حاجه تحس انها مثقفه برضو، مش برضو هايفه قوي. حاجه كده في متوسطه اللي هي لا حلوه. يعني مثلا هتجيب دي للحاجه اللي بعتناها على المراحل. لا رقم كام؟ 24 ما كانتش. شوف هنا الرقم حتى ملزوق باتقان ازاي. حاجه كده حاجه كده قصه الشعر طبيعيه جدا. حاجه باللون، حاجه باين برضه ان مفيش مكياج كتير، ميك اب بسيط يعني. كفايه كده عشان احنا شباب برضه. يعني برضه يعني. اتفضل يا محمد. تصور دي كانت اخر واحده. اتصور جدا. دي بص الحلو بيفضل للاخر. المهم يا جماعه، دول كانوا 21 متسابقه المترشحين
للجوله النهائيه في ملكات جمال مصر 2016 وعليه العوض. يا عليه معلم، لو كان جات لنا الصور بقى اللي هي بتاعت المسابقة. دول الخلاصة يا جماعة. دول الخلاصه بعد التصفيه. انتوا متخيلين ومتصورين الاشكال؟ متصور معايا؟ طب تمام جدا. انا كنت مقدم في المسابقة دي وعادي ودخلت على عادي يعني. دول يا جماعه ال 21 دول ملكات جمال مصر 2016. هرجعكم بس ثانيه بسرعه جدا لملكات جمال مصر زمان شويه، او جميلات الشاشه زمان شويه. يعني عند حضرتك كده مثلا نبدا بمين؟ شايف انا والله العظيم الناس دي بتكلم عليهم مش علق، وما ينفعش ان احنا نعلق. تمام؟ انت بقى اتفرج واستمتع. تتفرج وتعمل ايه؟ هاشتاج ايه؟ ميسي. لو مش عارف تكتبها ازاي، ميم سين ميم، هاشتاج ميم سين ميم. اللي بعدها مين اللي بعدها؟ هاشتاج 2. نادي لطفي. جانا الهوا كان. لا خراب يا خراب. رمانا الهوا رمانا. شوف جانا ورمانا. بنت بلد. دق الشماسي. بنت يعني لا حاجه الشماسي دي ميرفت امين يا عم بتتحور. دي بصراحة كانت هي مترشحة للدور ده يعني. ايوه هو محمود كان عارف المخرج يعني كان قريب وسهل. ايه ده؟ يا سلام. بأمر الحب. افتح لي الهوا جد وحب ولعب لعب وضحك ولعب وجد وحب يعني حاجة بسيطة. لا ده اسم أغنية. الفيلم كان حاجة تانية. ايس كريم في جليم. يعني زمان الواد التقيل. وبانوا على أصلكم بانوا. لا ده على أصلهم هنا بقى جميل. ايه ده؟ احنا بنتكلم كده يا جماعة. ايه ده عن ناس الأصول بجد والله فعلا كبير. والله يا جماعه مش عارف، انا سايب لكم انتوا التعليق. يعني لو شايفين ان ده ينفع الموضوع كان يعدي كده وان هم دول ملكات جمال مصر، فالتعليق الاخير ليكم سيب رايك في الكومنت، وهنسيب لك لينك صفحتنا اتفاعل معانا عليها، صفحه على الفيسبوك، وهسيب لك لينك الانستجرام بتاعي، وهسيب لك لينك محمود تحت برضه. جديده متواضع النهارده، متواضع على راحتي جدا. وشوفكم في حلقه ثانيه، وسيبوا لنا افكار تحت نعملها، فيديوهات نتفرج عليها والعاب نلعبها، ونشوفكم مره ثانيه. السلام عليكم. ما تنسوش السبسكرايب والشير واللايك. نسيت. ايه يا مادة؟ نسيته. وبتقعد بقى تزعل مني وتقول لي قناتي ومش قناتي، ما انا اللي بفتكر اهو. نسيته. طب يا جماعه ما تنسوش السبسكرايب واللايك والشير. السلام عليكم.